حبايبي، قبل ما نبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص المسلسل التركي الجديد الزوجة الأخرى، ومسلسلنا بيتكلم عن كران اللي بيكون راجع من كندا عشان يقضي كام يوم مع مامته وأخوه، وهنشوف ازاي هيغير رأيه ويقرر ان هو يستقر في تركيا بسبب ان هو هيقابل جيلان واللي هيقع في حبها من أول نظرة. ونشوف كمان جيلان لما تضطر تهرب من البيت والقدر اللي هيجمعها مع كران مرة تانية. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا بجيلان وهي رايحة عشان تزور قبر مامتها في أورغوب، وبيروح كران يزور قبر باباه، وبتسأل قدرة الخدامة نادرة جهزتي أوضة كران، وبتقول لها نادرة أيوة، وبيتصل صالح على كران وبيسأله أنت فين، وكران بيقول له أنا عند بابا في المقابر لأن النهاردة الذكرى السنوية بتاعته، ولا أنت نسيت؟ فبيقول له صالح عمري ما انسى طبعا، خلص وتعالى لي على البيت لأن ماما مستنياك. وبيمشي كران من المقابر، وبتوصل جيلان عند المقابر وبتقعد عند قبر مامتها وبتقول أخيرا بعد السنين دي كلها قدرت أهرب وأجي أزورك يا ماما. ودي سانجول، وبتقول لجوزها يعقوب اتصل على أختك جيلان وخليها ترجع على البيت قبل باباك ما يتصل وما يلاقيهاش وساعتها هيعمل لنا مصيبة. وبيقول لها يعقوب يا ستي هي راحت عند صاحبتها سونا في الشارع اللي ورانا، لازمته إيه القلق ده كله؟ وبتعيط جيلان عند قبر مامتها لأن باباها بيكون هو اللي منعها من زيارتها، وهي بتكون متأكدة إن مامتها كان عندها أسبابها، ويعقوب بيكون عارف إن جيلان بتزور قبر مامتها لكن مخبي على مراته. وبيتصل يعقوب على جيلان وبيستعجلها في الرجوع عشان توصل قبل باباها، وجيلان بتودع قبر مامتها وبتمشي. وبيقول صالح لمامته طبعا انت الفرحة مش سايعاكي لأن كران رجع خلاص. ومامته بتقول له طبعا يا ابني وإن شاء الله مش هخليه يمشي تاني أبدا، وبالليل هعرض عليه عروسة. وصالح بيقول لها سيبيه ياخد نفسه الأول لأن كران ما بيحبش الطريقة دي أبدا. وبتقول له مامته هستنى لحد إمتى يعني، أنا قربت أموت وعايزة أفرح بيه بقى وأشوف لي حفيد. وبيحزن صالح لأنه ما بيخلفش. وهنا جيلان بتشوف خيول جميلة جدا وهي ماشية وبتقف عند واحد منهم وبتأكله، وبيقف كران عند الخيول دي وبيطلب من صاحب الاسطبل إن هو يجيب له خيل أسود وبيكون شاي. وبيتصل جان على كران وبيسأله أنت جيت ولا لسه؟ خلي بالك الفرح بعد يومين. وكران بيقول له اطمن أنا رجعت خلاص وإن شاء الله هكون موجود معاك. وجان بيقول له انت مش ناوي تعملها بقى انت كمان ولا مستني البنت الخرافية اللي باباك كان بيحكي لنا عنها في قصصه الخيالية؟ فبيقول له كران لا انا خلاص بطلت اؤمن بالقصص والبنات الخرافيات، وده من وقت طويل قوي على فكرة. وبيبص كران وبيشوف جيلان قدامه فبيعجب بجمالها وبيقول لجان مش هتصدق انا شفت دلوقتي ايه، انا شفت بنت خرافية. وبتبص جيلان وبتشوف العم رجب صاحب باباها فبتخاف وبتجري تستخبى بسرعة قبل ما يشوفها. وكران بيبص عليها وما بيلاقيهاش قدامه فبيركب عربيته عشان يحصلها، وفجأة بتطلع جيلان قدامه على الطريق وكران بيفرمل بسرعة وبتقع جيلان ورجليها بتتلوى. وبينزل كران وبيطمن عليها وبيعتذر لها وبيساعدها انها تقف وبيسألها عن اسمها وبتقول له اسمي جيلان. فبيتغزل كران في جمالها وبيقول لها طب خلينا نروح على المستشفى نعمل لك أشعة عشان نطمن على رجلك. وبتبص جيلان بتلاقي رجب بيقرب منهم وبتقول له ماشي ماشي يلا نروح على المستشفى بسرعة. وكران بيمد لها ايده علشان يساعدها تركب العربية، وجيلان بتطلب من كران انه يقف بعيد شوية وبتقول انا كويسة ومش عاوزة اروح على المستشفى. وبتنزل فبيلاقيها كران مش قادرة تمشي وبينزل وراها وبيقول لها طب طالما مش عاوزة تروحي على المستشفى على الأقل خلينا نحط لك تلج على رجلك عشان يعني تقدري تدوسي عليها. وبيشدها بدون استئذان وبيقعدها على الكرسي ده وبيروح عشان يجيب لها التلج. وبتبص جيلان وبتشوف شجرة الأمنيات قدامها فبتقوم تربط عليها القماشة دي وبتتمنى انها تقابل شاب زي اللي مامتها كانت بتحكي عنه في قصصها وما يسيبش ايديها ابدا. وبيرجع كران وبيقول لجيلان انا شلتك علشان ما تدوسيش على رجلك لكن انت قمتي من مكانك برضه. وجيلان بتقول له ماما جابتني هنا مرة وانا صغيرة وقالت لي الزوجين اللي بيتقابلوا تحت ظل الشجرة دي مش ممكن ينفصلوا ابدا. وكران بيقول لها ايه ده يعني انت من هنا؟ وجيلان بتقول له ايوه. فبيقعد وبيحط لها الترجة على رجليها وبتقول له جيلان انا خلاص بقيت كويس الحمد لله تقدر تمشي انت بقى وما تخافش انا مش هقدم شكوى ضدك. وبيقول لها كران ولو قدمتي عادي يعني انت اصلا اللي غلطانه لانك ظهرتي قدامي فجأة. وبتقول له جيلان يعني انا المذنبة في الاخر؟ فبيقول لها كران ايوه مذنبة ومتهورة وعنيدة كمان، وفوق كل ده عندك كبرياء وما بتحبيش حد يشوفك وانت بتعيطي وبتعملي كل اللي في دماغك. وجيلان بتقول له كل ده بقى عرفته عني في النص ساعة اللي قضيتها معاك دي؟ وكران بيقول لها ايوه ولو ما كنتيش قطعتيني كنت كمان هقولك انك رحيمة قوي وقلبك ابيض وبتحبي الحيوانات وجميلة جدا. وبيطلع صالح وبيقول لمراته سما انت قاعدة هنا وسايبة ماما تحت بتعمل كل حاجة لوحدها، ايه اللي هيحصل لو ساعدتيها يعني؟ وبيعرفها ان عروسة كران المستقبلية جاية بالليل. وسما بتقول له انا مش خدامة هنا على فكرة وخليك عارف انكم وصلتوا لكل اللي انتوا فيه ده بفضلي
انا، لان لولا راس المال الكبير اللي بابا اداهولكم ما كانش بقى حلكوا اي حاجه. وصالح بيضايق من كلامها جدا وبينزل وبيسيبها، وسما بتبص على صوره كران في موبايلها لانها بتكون بتحبه، وبتقول سنجول ليعقوب باباك بيرن. اقول له ايه؟ وبيقول لها يعقوب اتعاملي معاه بقى. وبتفتح سنجول على حماها طيار وبتساله خير في حاجه؟ وبيقول لها طيار خلي جيلان تجهز وتنزل عشان بالليل في امر خير ان شاء الله، وباذن الله هنرجع بدري. وبيقفل معاها وبيقول يعقوب لمراته يا ترى ايه هو الخير اللي بابا بيتكلم عنه ده؟ وسنجول بتقول له يا خبر بفلوس بالليل هيبقى ببلاش. وسنجول بتتصل بجيلان وبتقول لها باباكي هيرجع بدري وانا مش مصدقه اصلا انك عند سونيا، ولو ما رجعتيش على البيت في خلال 10 دقايق ابقي قولي له بنفسك بقى انت كنتي فين. وبتقفل جيلان وبتمشي بسرعه عشان تقدر توصل قبل باباها. وبتنزل سما وبتقول لحماتها هو كران يعرف العروسه اللي جايه بالليل؟ وقدرت بتقول لها لا لما تيجي هيتعرف عليها. وبتقول لها سما بس ممكن كران يغضب لانه ما بيحبش الطريقه دي. فبتقول لها قدرت احنا اتاخرنا في جواز كران وكفايه بقى لحد كده. وسما بتتضايق. وهنا طيار بيوصل هو وابنه مصطفى على البيت قبل جيلان، وبيقف يعقوب وسنجول وهم خايفين جدا. ولما بيسالهم طيار عن جيلان سنجول بتقول له انها راحت تزور صاحبتها لانها تعبت فجاه، وانت عارف بنتك بتحب تساعد الناس كلها. وطيار بيغضب وبيتعصب على ابنه يعقوب وبيغلط فيه كمان. ومصطفى بيقول لبابا ما تضايقش نفسك انا عارف بيت صاحبتها واروح اجيبها من شعرها. فبيقول له بابا اقعد ولما تيجي انا هعرف اتعامل معاها بطريقتي. وبتوصل جيلان على البيت وبتعرف ان باباها رجع وبتبص وبتلاقيه في وشها وبيتعصب عليها وبيمسكها من شعرها وبيقول لها اعتذري واطلبي السماح وقولي انك مش هتعملي كده تاني. وبتعتذر جيلان وبتطلب منه السماح عشان تتقي شره، وبتقول له انا مش هعمل كده تاني ابدا. وبيقول لها باباها مش هيبقى فيه فرصه اصلا عشان تعملي كده تاني، وبيطلب منها تدخل جوه. وبيوصل كران على البيت ومامته واخوه بيستقبلوه بالاحضان، وسما بتكون في قمه سعادتها انه رجع. وبيقول طيار لسنجول خد الهدوم دي اديها لجيلان وخليها تجهز بسرعه عشان في عريس جاي بالليل يشوفها. ويعقوب بيقول له عريس ايه؟ دي قاعده فوق بتعيط، خليهم يبقوا يتعرفوا في وقت تاني. فبيقول له بابا دول جايين من سفر وانت عاوزهم يرجعوا تاني عشان مزاج اخت حضرتك ما تولع بجاز. وهنا كران بيسلم على الخدم وبيقول لهم وحشتوني ووحشني اكلكم قوي. ومامته بتقول له طب سيبهم بقى عشان يجهزوا السفره عشان النهارده جاي لنا ضيوف مهمين جدا. وبيقول لها كران ضيوف مين؟ طب انا اعرفهم؟ ومامته بتقول له لا هم جايين مخصوص عشان تتعرف عليهم النهارده. وبيقول يعقوب لبابا ازاي هتجوز اختي وهي لسه بتدرس؟ فبيقول له بابا يا عم دراسه ايه وكلام فاضي ايه، العريس اللي جايبه لها غني جدا فمش هتحتاج للدراسه في حاجه. وبيشخط فيها علشان ما يتدخلش في قراراته. وسنجول بتدخل على جيلان وبتلاقيها بتعيط وبتقول لها يلا قومي واغسلي وشك والبسي الفستان اللي باباكي جايبه لك ده، يلا بقى وحطي لك شويه ميك اب كده علشان يشوفك جميله. وجيلان بتقول لها بابا جايب لي فستان هديه بمناسبه ايه؟ دي اول مره يعملها. ما بترضاش سنجول انها تقول لها ان جاي لها عريس، وبتقول لها بقول لك ايه اسمعي الكلام بقى بدل ما اندهولي. وجيلان بتقول لها حاضر. وبتسرح جيلان بخيالها وبتفتكر كران وبتبتسم وبتقول لها سنجول انت بتبتسمي ليه؟ فجيلان بتقول لها لا ابدا ما فيش اي حاجه. وبتفضل قدرت تبوس في ابنها وبتقول له انت وحشتني قوي. وبتروح عشان تبص على الاكل فبتقوم سما وراها وبتقول لها انت متاكده ان العروسه اللي اخترتيها لكران هتعجبه؟ انت عارفه ان ابنك مستواه عالي جدا. فبتقول لها قدرت ايوه متاكده وما تشغليش انت بس بالك بحاجه. وسما بتتضايق وبتكون هتتجن. وبتنزل جيلان لباباها بعد ما بتجهز وباباها بيثني على جمالها وبيقول لها انت مش هتعصي كلامي تاني صح؟ وجيلان بتقول له ايوه طبعا. فبيقول لها تمام في ناس جايين لنا النهارده وهتقبليهم. وبتفهم جيلان ان باباها بيتكلم عن عريس فبتحزن جدا. وصالح بيسأل اخوه انت حالك متغير ليه وعينك بتلمع كده ليه؟ فبيقول له كران ايه ده هو باين عليا قوي كده. وبيفتكر جيلان وبيتوه في الكلام مع اخوه وبيرن جرس الباب. وقدرت بتقول لكران الضيوف وصلوا تعالى قابلهم معايا. وسما بتكون هتتجنن. وبيوصلوا ضيوف طيار وبتكون المفاجأة ان العريس شخص عجوز ومامته ست كبيرة جدا في السن. وهنا قدرت بتعرف كران على نيلان هي وباباها. وجونيد بيسأل كران انت درست ايه في لندن؟ وكران بيقول له ماجستير في الاقتصاد. وبيقول لهم صالح اخويا كران ما شاء الله عليه طول عمره فخر عيلتنا. وبيسأل كران نيلان وانت بقى درستي ايه؟ والنيلان بتقول له درست تصميم صناعي واتخرجت السنة اللي فاتت. فبتقول لها سما يعني بقيتي بنت بيت؟ فبيقول لها بابا نيلان انا بنتي مكانها موجود في شركتنا لكن هي اللي عايزة تأسس شركة خاصة بيها. وبتقول سما لنيلان بس على ما اعتقد كده ان الشغل هيكون صعب عليكي بعد الجواز والخلفة. فبتقول لها نيلان مين قال كده انا اقدر اهتم بالاتنين مع بعض عادي جدا. وسما بتتغاظ منها وبتكون مش طايقة نفسها. وطيار بيسأل مامة بيدو تعبتي من المشوار؟ والعجوزة بتقول له جدا ورجلي بتألمني. فبيقول له بيدو كتر خيرها احنا جايين من مشوار 18 ساعة. وبيسأل يعقوب بابا انتوا اتعرفتوا فين؟ فبيقول له بابا اثناء بيع ارض وعلاقتنا اتطورت.
وبتسأل سنجول بيدو انت بتشتغل في ايه؟ فبيقول لها بيدو في مجال التمويل، وطيار واخد مني كارد كبير قوي. وبتسأل نيلان كاران انت ناوي ترجع لندن تاني ولا هتستقر هنا؟ وبيقول لها كاران لحد امبارح كنت ناوي ارجع، لكن النهارده بس غيرت رأيي وقررت استقر هنا. وبتسأله نيلان ويا ترى ايه اللي خلاك تغير رأيك؟ فبيفتكر كاران جيلان وبيقول لها اصل الاول مرة بشوف جمال دولتي فحسيت بانتمائي ليها. ونيلان بتفرح بكلامه وبتاخده على نفسها. وبتفضل جيلان تفكر في كلام كاران وبتقول انت طلعت لي منين بس وسط همومه دي كلها؟ وبيقول يعقوب لسنجول انا مش قادر اصدق اللي بابا عاوز يعمله في اختي، يفكر يجوزها لشخص قده في السن. فبيقول له مصطفى اصل بابا خد من بيدو دين كبير قوي وهيديله جيلان في المقابل. ويعقوب بيتضايق جدا لكن ما بيقدرش يفتح بقه بولا كلمه. وطيار بيقول لبيدو هات ورق الدين اللي علينا. فبيقول له بيدو لما اشوف بنتك الاول هتعجبني ولا لا؟ فبيقول طيار لسنجول نادي الجيلان عشان تقدم القهوه. وبيشوف بيدو جيلان وطبعا بتعجبه جدا، وجيلان بتخاف من نظراته ليها. وبتقوم مامة بيدو وبتفحص جيلان وبتمدح في جمالها. وبتكون جيلان مستغربه ومش فاهمه حاجه. وبتسال قدرة كاران ايه رايك في نيلان؟ وبيقول لها كاران ما شاء الله عليها بنت جميله وذكيه واي راجل يتمناها ما عدا انا. وبتقول له مامته يعني انت بقى مش ناوي تتجوز وتفرحني؟ وبيقول لها كاران مين قال كده؟ ان شاء الله هتجوز وقريب قوي كمان لاني خلاص لقيت البنت المناسبه ليا. والعجوزه مامة بيدو بتطلب ايد جيلان لابنها بيدو بشكل رسمي. وجيلان بتتصدم وبتوقع الصينيه من ايديها ودموعها بتنزل. والخنزير طيار بيوافق على الجواز وبيقول لجيلان بوسي ايد حماتك يا شيخ جدك حمى. وبتبوس جيلان ايديها وهي مش مستوعبه اللي بيحصل لها. وبتدخل على اوضتها وبتقفل على نفسها وبتفضل تعيط. وبتسال سما كاران انت فعلا لقيت البنت اللي هتتجوزها ولا كنت بتهزر؟ وكاران بيقول لها ايوه فعلا لقيتها. وسما بتتضايق جدا ولما بتلاقي صالح جاي بتقوم تطلع على اوضتها. وبيسال صالح كاران يا ترى مين البنت اللي خدت عقلك من راسك وخلتك تفكر في الجواز؟ وبيقول له كاران بنت خرافيه اتعرفت عليها النهارده في أرغوب وخطفت قلبي من اول نظره بس اختفت فجاه وانا لازم الاقيها باي طريقه لان حاسس انها قدري. فبيقول له صالح ربنا معاك ولو احتجت لاي حاجه انا موجود في ظهرك. وبتفضل جيلان قاعده في الاوضه وهي حزينه وبتفتكر كاران. والحربايه سنجول بتدخل عليها وبتقول لها يا اختي احمدي ربنا بدل ما تقعدي تعيطي كده، هو انت كنت فاكره نفسك هتتجوزي امير يعني ولا ايه؟ وكاران بينادي على اورهان وبيقول له تواصل مع كل شركات الباصات اللي سافرت من أرغوب لاسطنبول النهارده واستفسر لي عن واحده اسمها جيلان واعرف لي اسم عيلتها وعنوانها. ومامة بيدو بتسمع وهي خارجه من الحمام جيلان وهي بتعيط في اوضتها وبتروح تقول لابنها. فبيقول بيدو الطيار ان ماما سمعت بنتك وهي بتعيط في اوضتها، هي عندها حبيب ولا ايه؟ وبيغضب يعقوب ومصطفى وبيقولوا له احنا اختنا مش بتاعت الكلام ده. وبيقول له طيار يا عم هتلاقيها بتعيط بس لانها اول مره هتنفصل عننا. وبتدخل سنجول لجيلان وبتقول لها مامة العريس سمعت صوت عياطك وباباكي بدا يغضب، افهمي ان الموضوع انتهى بقى لان باباكي عليه دين كبير قوي ولو ما اتجوزتيش بيدو هنترمى كلنا في الشارع. وبيقول كاران لمامته انت صاحيه ليه لحد دلوقتي؟ ومامته بتقول له هعمل ايه؟ طار النوم من عيني بسبب الاسئله اللي في راسي. مين البنت اللي انت عاوز تتجوزها دي؟ ومين عيلتها؟ واصلها ايه وفصلها ايه؟ وبيقول لها كاران كل اللي هقدر اقوله لك دلوقتي انك لما تشوفيها هتحبيها. وجيلان بالرغم من كل همها بتفضل تفكر في كاران وبتبتسم وبتسمع جيلان باباها وهو بيقول لبيدو ما تقلقش من اي حاجه وبنتي بكره هتكون جاهزه وهتمشي معاك على طول. وبيدو بيقول له وانا مش محتاج منكم اي حاجه لان مراتي الاولى عندها كل حاجه. وكلهم بيتصدموا وبيقول له طيار يعني بنتي هتكون الزوجه الثانيه؟ فبيقول له بيدو ايوه عندك مشكله ولا ايه؟ فبيقول له طيار لا ابدا لا احنا خلاص اتفقنا. ويعقوب بيكون قاعد مش عاجبه الكلام ده خالص لكن طبعا ما بيقدرش يفتح بقه بولا كلمه. وبيستاذن بيدو وبياخد مامته وبيمشوا. وبتدخل الحربايه سما وبتقول لقدرت على ما اعتقد ان العروسه اللي جبتيها الكرم دي ما عجبتوش وعلشان كده اخترع حكايه البنت اللي عاوز يتجوزها دي. وقدرت بتقول لها ابني مش بتاع اختراعات ولا بتاع حوارات. وسما بتقول لها امال ليه ما جابلكيش سيرتها قبل كده؟ يا ترى عشان بنت اجنبيه ولا عشان البنت مش مناسبه لعيلتنا اصلا؟ وبتخلي الفار يلعب في عبها. وبتقول سما لنفسها طالما ما كنتش ليا يا كران مش هخليك لحد غيري ابدا. وبتترجى جيلان باباها انه ما يجوزهاش لبيدو وانها تشتغل ليل ونهار لحد ما تسدد دينه. ويعقوب بيقول له وانا كمان هشتغل معاه. وطيار بيقول لهم اخرسوا وبيضرب جيلان وبيقول لها بكره هتتجوزيه والجزمه فوق رقبتك. وسما بتحاول تقلق صالح هو كمان من ناحيه جواز كران المفاجئ لكن صالح ما بيديهاش اي اهتمام وبيقول لها انا واثق بقى في قرارات اخويا وهفضل دايما ادعمه. وسما بتتغاظ منه جدا وبتقول له انا نازله اشرب الشاي. وبتشوف سما كران وهو خارج من اوضته فبتفتح الروب بتاعها متعمده وبتعمل نفسها انها مخضوضه لما بيشوفها. فبيعتذر كران عن خضتها وبيقول لها انا هطلع اشم هوا بره. وسما بتقول له احنا كلنا قلقانين بسبب البنت اللي انت اخترتها مش هتعرفني مين هي؟ وبيقول لها كران يا ستي كلكم هتعرفوا في الوقت المناسب. وبيرجع على اوضته وبتقعد جيلان تفكر في حل لمشكلتها فبتقرر
بتقرر انها تهرب من البيت اول ما الصبح يطلع. وبيفضل كران يفكر في جيلان. والصبح جيلان بتجهز شنطتها وبتتصل على صاحبتها سونا وبتحكي لها اللي باباها عاوز يعمله معاها، وبتقول لها انا ههرب من البيت وهاجي اقعد عندك كام يوم لحد ما اشوف هعمل ايه. وسونا بتقول لها تمام مفيش مشكله. وجيلان بتحس ان حد على الباب وبتروح تفتح، بتلاقي مرات اخوها كانت بتتصنت عليها. وسنجول بتاخد منها التليفون وبترميه في الميه وبتقول لها انت مجنونه، هروب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ ارجعي لعقلك احسن لك، بدل ما اخرج واقول لباباكي على كل حاجه وخليه يقتلك. فكري فينا شويه يا انانيه، لان كلنا ممكن نتدمر بسبب تمردك ده. وكران بيسال اورهان عملت ايه في اللي طلبته منك؟ وأورهان بيقول له عرفت اسم البنت بالكامل، وبيقول له انها عايشه في اسكودار لكن ما قدرتش اعرف مكان بيتها بالظبط. وبيديله رقم تليفونها وكران بيرن على الرقم وبيلاقيه غير متاح، فبيقرر ان هو يروح يدور عليها بنفسه وينزل المنطقه اللي أورهان قال له عليها. وبيدخل يعقوب لجيلان وبيقول لها انا اسف لاني ما قدرتش امنعهم من اللي بيعملوه. وجيلان بتقول له انا قررت اهرب. ويعقوب بيقول لها مفيش حل تاني اصلا وانا هساعدك بس خدي بالك من نفسك وبيكلميني على طول. وجيلان بتقول له حاضر وبتحضنه وبتودعه. ويعقوب بيخدع كل اللي في البيت وبيقول لهم جيلان مش موجوده في اوضتها. واول ما بيخرجوا عشان يدوروا عليها يعقوب بيساعدها انها تهرب. وسنجول بتقول ليعقوب انا بقى شاكه ان انت اللي ساعدت جيلان على الهرب. وبيقول لها يعقوب انا ماليش اي علاقه بالموضوع ده واطلعي من دماغي بقى. وبتفضل جيلان تجري لحد ما بتوصل عند بيت سونا، لكن بتلاقي باباها واقف هناك فبتستخبى لحد باباها ما بيمشي وبتجري عشان تدخل. بتلاقي مصطفى اخوها في وشها فبتطلع تجري منه ومصطفى ما بيسيبهاش وبيفضل يجري وراها لحد ما بيمسكها وبيقول لها انت فاكره نفسك هتقدري تهربي مني ولا ايه؟ فبتزق جيلان وبتطلع تجري منه. وبيروح كران على منطقه جيلان وبيفضل يدور عليها لكن ما بيلاقيهاش وبيتضايق وبيتصل على اخوه وبيقول انا متضايق جدا لاني مش لاقي جيلان وهروح على فيلة شيلا عشان افصل دماغي شويه. وبتقع جيلان مره تانية في ايد باباها واخوها وبيروح طيار عشان يفتح باب العربيه. وجيلان بتستغل الفرصه وبتضرب اخوها بالرجل عشان تطلع تجري منهم مره تانية. وكران بينزل يلف في المنطقه لفه اخيره على جيلان قبل ما يمشي. وجيلان بتكون مش عارفه تستخبى فين وبالصدفه بتلاقي عربيه كران قدامها فبتفتح صندوق العربيه وبتستخبى فيه ومن غير ما تعرف انها عربيه كران. وبيقول طيار لابنه انا مش قادر افهم ازاي عيله زي دي تضربك وتهرب منك. فبيقول له مصطفى اصلها ضربتني. وبيفضل يخبط مصطفى في عربيه كران برجله وبيحلف انه مش هيرحمها ابدا لما يلاقيها. وجيلان بتكون سامعه من جوه العربيه ومرعوبه. وكران بيغضب لما بيلاقي مصطفى بيخبط في عربيته وبيتخانق معاه هو وباباه وبيقول لهم نصيحه مني ما تخلونيش اشوف وشكم مره تانية. وبيركب عربيته وبيمشي من غير ما يعرف ان جيلان جواها. وبياخد كران مطب بيتسبب في ان جيلان بتتخبط في راسها وبتفقد الوعي. وبيوصل كران على الفيلا واول ما بيفتح صندوق العربيه بيتفاجئ بجيلان قدامه وبيكون مش مصدق عينه وبيشيلها يدخلها جوه. وجيلان بتفوق وبتتفاجئ بكران قدامها فبتحضنه وبيفضل طيار في البيت يزعق لاولاده. وكران بيسال جيلان مالك خايفه من ايه وليه بتحاولي تهربي؟ وجيلان بتقول له لو عاوز تساعدني بلاش تسالني اسئله كتير. وبتقوم عشان تمشي وكران بيقول لها انا مش ممكن اسيبك تمشي وانت في الحاله دي وبيترجاها انها تقول له هي بتهرب من مين. فبتقعد جيلان وبتقول له انا بهرب من بابا لانه عاوز يجوزني بالعافيه. وبيقول لها كران طب قولي لي على عنوانه وانا هروح اتكلم معاه بهدوء. وجيلان بتقول له محدش يجي لك في هدوء، بابا شخص عديم الرحمه وما يعرفش حاجه اسمها هدوء ولا تفاهم ابدا واخويا الصغير زيه بالظبط. فبيقول لها كران خلاص افضلي معايا هنا لحد ما اقتنع انك هتكوني بخير. وجيلان بتقول له ارجوك سيبني امشي لاني مش عاوزاك تتعرض للاذى بسببي. بس كران ما بيرضاش يسيبها تمشي وبتتصل قدرت على صالح وبتساله انت كلمت اخوك النهارده؟ وبيقول لها صالح ايوه وقال لي انه هيروح على فيلا شيلا لانه محتاج ان هو يفصل دماغه شويه. وبتقفل قدرت معاه وبتتصل قدرت على كران وبتساله خير ايه اللي وداك على فيلا شيلا؟ وبيقول لها كران ما انت عارفه اني بحب المكان هنا ومحتاج ان انا افصل شويه. وبيقفل معاه وسما بتسمع قدرت وبتعرف ان كران في فيلا شيلا. وبتقول جيلان لكران انا ممكن اعمل مكالمه؟ وكران بيقول لها طبعا. وبترن جيلان على اخوها لكن لسوء الحظ سنجول هي اللي بترد عليها. واول ما جيلان بتسمع صوتها بتقفل السكه وبتحدد الحربايه سنجول موقع الرقم وبتعرف ان جيلان موجوده في شيلا. وبيتصل كران على اورهان وبيقول له اول ما تعرف عنوان جيلان حط لي شخص قدام بيتها وخليه يراقب كل تحركات عيلتها. وسما بتروح على فيلا شيلا وبتتصدم لما بتشوف جيلان مع كران جوه وبيتفاجئ كران بيها وبيسالها انت جايه هنا تعملي ايه؟ وبترتبك سما وبتقول له انا جايه عشان ادور على شوز ضايع مني. وكران بيعرفها هي وجيلان على بعض. وسما بتسال كران انت مش هتحضر فرح جان؟ وبيقول لها كران لا مش هعرف لان عندي ضيفه. وسما بتقول له بس كده جان هيزعل. وبيقول لها كران ما تشغليش بالك انت جان هيفهمني، المهم محدش يعرف من البيت
ان جيلان موجوده معايا هنا، وسما بتقول له تمام، وبتسيبه وتمشي وهي مش طايقه نفسها، وبتشكر جيلان كران على مساعدته لها، وبيسالها كران انت تمنيتي ايه عند الشجره؟ فبتقول له جيلان اصل ماما كانت دايما بتحكي لي عن قصه الحبيبين كانوا بيحبوا بعض بجنون، واتمنيت ان يكون عندي حبيب زي اللي كان في القصه، وانه ما يسيبش ايدي ابدا. وكران بيقول لها والظاهر كده ان امنيتك اتحققت، وبيبص لها بكل حب. وبيتصل جان على كران وبيساله انت ما جيتش ليه؟ وبيقول له كران انا اسف مش هقدر اجي لان عندي سبب قوي جدا، ولما اشوفك هحكي لك عليه. وبيقفل معاه. وجيلان بتقول لو مش عايز تروح لصاحبك عشان ما تسيبنيش لوحدي روح وما تقلقش عليا. وكران بيقول لها لا مش ممكن اسيبك لوحدك ابدا، والموضوع اتقفل خلاص. ومصطفى بيقول لباباه انا اتصلت على كل قرايبنا وجيلان ما راحتش عند حد منهم. وباباه بيقول له اصلك عديم الفايده انت واخوك، انا هروح وراقب بيت سونا. فبيقول له يعقوب وانا جاي معاك يا بابا. وسنجول بتقول لمصطفى اختك موجوده في شيله روح دور عليها هناك. وبتقول جيلان لكران انا حاسه بالذنب وعشان كده هروح معاك على فرح صاحبك. وبيفرح جدا كران وبيشتري لها مجموعه فساتين تختار منهم واحد عشان تلبسه. وبترجع سما على البيت وبتسالها حماتها وجوزها كنت فين؟ وبتقول لهم كنت عند الكوافير وعديت على فيلا شيله علشان اجيب منها الشوز بتاعي، لكن لقيت كران هناك ومعاه بنت. فبتقول لها كدرت بغضب البنت اللي هيتجوزها. وسما بتقول لها مش عارفه لكن قلبي ما ارتاحلهاش ابدا لاني حسيت انها ما تليش بعيلتنا خالص. فبتتصل كدرت على كران وبتساله انت لسه في شيله؟ وبيقول لها كران يبقى مرات اخويا وصلت عندك وقالت لك. وبتقول له مامته ايوه قالت لي وانت لازم ترجع على القصر دلوقتي حالا. وبيقول لها كران مش هينفع والله لاننا رايحين نحضر فرح جان وبالليل هنبقى نتكلم. فسما بتتغاظ اكتر لما بتعرف ان كران هياخد جيلان معاه على الفرح. وبيقول لها صالح يا ريت ما تتدخليش في تصرفات اخويا تاني. وسما بتقول في سرها جاتك القرف وانت عديم الشخصيه كده. وكران بينبهر من شكل وجمال جيلان في الفستان اللي لبسته وبيمدح في جمالها وبيلبسها عقد جميل قوي وبياخدها من ايديها وبيمشوا. وبيوصل مصطفى على الفيلا بعد ما بيمشوا علشان يدور عليها وطبعا ما بيلاقيش حد. وبيوصل كران على الفرح وجيلان بتكون في دراعه وبتتضايق سما اول ما بتشوفهم. وبيسلم كران على جان وبيعرفوا على جيلان. وبيقول صالح لسما الظاهر ان هيكون عندنا فرح في البيت قريب قوي استعدي. وبيفضل يمدح في جمال جيلان وسما بتتضايق اكتر. وكران بيعرف جيلان على اخوه وبتقوم سما بحجه انها تروح تظبط الميك اب بتاعها. وبيقول صالح لجيلان انت عملتي ايه لاخويا عشان تسحريه بالشكل ده؟ وبيقوم وبيسيبهم لوحدهم. وجيلان بتسال كران هي ايه الحكايه؟ وكران بيقول لها الحكايه انك سرقتي قلبي. وسما بتتضايق من اهتمام كران بجيلان وبتحاول تلعب في دماغ جيلان بكلامها عشان ما تخليهاش تثق في كران. وبيلاحظ كران ان جيلان متغيره وبيسالها مالك. وجيلان بتقول له مفيش حاجه انا عاوز امشي. وبتشقط جيلان بوكيه الورد بتاع العروسه وهي ماشيه بدون قصد. وبيروح كران ورا جيلان وبيطمنها وبيقول لها انا بحبك وعاوز اتجوزك. وبيمد لها ايده وبيوعدها ان عمره ما هيسيبها ابدا لو مسكت ايده. وجيلان بتمسك ايده وبيضرب طيار مصطفى وبيقول له ازاي ترجع من غير اختك؟ وبيحكم عليه انه مش هيقعد في البيت غير لما يلاقيها. وبيقول يعقوب لمراته ارتحتي؟ ومراته بتقول له هرتاح ازاي بعد اللي بيده هيعملوا فينا بسبب اختك؟ وبيقول كران لجيلان ان شاء الله انا هعرفك على ماما بكره وهنتجوز بعدها على طول. وجيلان بتقول له طب وبابا واخويا؟ فبيقول لها كران ما تخافيش من اي حد طول ما انا معاكي. وتاني يوم كران بياخد جيلان وبيروح على القصر وبيقدمها لمامته. وقدرت بتعجب جدا بجمالها وبتسالها انت من عيله مين؟ وجيلان بتقول لها على اسم باباها بالكامل. وقدرت بتصدم اول ما بتعرف انها بنت طيار وبتقول لها قومي اخرجي من بيتي بره. وبتقول لكران انت مستحيل تتجوز البنت المشؤومه عديمه الاصل دي طول ما انا عايشه. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك. ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. ان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.